بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رمضان الكريم، ونشكركم على استضافتكم لبوابة قبصح أونلاين، ونحن جد سعداء بإجراء هذا الحوار معكم، وذلك بعد توليكم على رأس نيابة قبصح المحدثة بعد 3 سنوات. بالالتقاء معكم محمد شمي من مواليد 1957 بمدينة تنغير، أستاذ لمادة الرياضيات سابقا بالإعدادي، ثم أستاذ بمادة المعلوميات بالثانوي التأهيلي. قبل الوصول إلى هذا المنصب اشتغلت في عدة مناطق، وأكبر مدة قضيتها في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بلجهة الأزلال، حيث التحقت بها منذ أكتوبر 1991، واشتغلت في عدة مهام في الامتحانات لمدة 13 سنة تقريبا، امتحانات البكالوريا، ثم رئيس لمصلحة الموارد البشرية والاتصال لمدة 6 سنوات من 2003 إلى 2009، ثم نائب إقليمي بإقليم تنغير لمدة 3 سنوات، وتم اختياري للرجوع للإشراف على نيابة الفقيه صالح، وأنا سعيد جدا بهذا الاختيار، لأنني أعتبر نفسي أنني رجعت إلى مكاني الأصلي وجهتي الأصلية. شكرا أستاذ على هذه الورقة التعريفية. نستهل أسئلتنا المندرجة في هذا الحوار بالسؤال التالي: ما تقييمكم لحصيلة الموسم الدراسي الحالي 2012-2013، وخاصة على مستوى النتائج في الأسلاك الثلاثة، الابتدائي والإعدادي والثانوي، وما هي الأجواء التي مرت فيها الامتحانات الإشهادية لهذه السنة؟ شكرا. إذن حصيلة نيابة الفقيه بن صالح كانت حصيلة إيجابية جدا، ليس فقط في مجال الامتحانات الإشهادية، كذلك في مجال تنشيط الحياة المدرسية، حيث أن هذه النيابة حصلت على نتائج مشرفة جدا في الرياضة المدرسية على الصعيد الوطني، كما أنها نظمت عدة أنشطة كيوم الفلسفة، لقاء مع كتاب المغرب بمدينة الفقيه بن صالح، إلى غيرها من أنشطة تربوية مختلفة. بالنسبة للامتحانات الإشهادية فقد حصلت نيابة الفقيه بن صالح على مرتبة مشرفة جدا، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا 64.45%، وبمقارنتها مع النسبة الوطنية 52%، يتبين أنها نسبة مشرفة جدا. بالنسبة للابتدائي بلغت نسبة النجاح 88.41%، وبالنسبة للإعدادي بلغت النتيجة 51.55%. بالنسبة للأجواء التي مرت فيها الامتحانات بصفة عامة، فقد مرت في أجواء عادية جدا، وتجند الجميع للاستحقاق الوطني. وبهذه المناسبة أود أن أشكر جزيل الشكر كل المتدخلين في هذه العملية، كما لا تفوتني المناسبة أن أنوه بالمجهودات التي يقوم بها السادة الأساتذة وأطر الإدارة التربوية ومفتشين وأطر التخطيط والتوجيه وكل المتدخلين في العملية التعليمية، بحيث لولاهم لما تم تحقيق النتائج السالفة الذكر. نعلم أستاذ على أنكم توليتم تسير هذه النيابة في منتصف هذه السنة، هل من مشاكل بعد توليكم المسؤولية لهذه النيابة، مثلا ضعف البنية التحتية، قلة الموارد البشرية في النيابة، وهل تمت معالجة ذلك؟ إذن فعلا منذ وصولي إلى هذه النيابة بتاريخ 29 مارس 2013 أول شيء قمت به هو تشخيص الوضعية، وفعلا هناك مشاكل ملاحظة
سيتم القضاء عليها تدريجيا. من بين المشاكل الملاحظة بمقر النيابة وقلة الموارد البشرية، وبالتالي فهناك أطر تقوم بعدة مهام. وبهذه المناسبة أريد أن أنوه بعمل هذه الأطر الشابة التي تشتغل في ظروف صعبة وتؤدي مهامها على أحسن ما يرام. لوحظ كذلك هناك نقص في الموارد البشرية على صعيد المؤسسات التعليمية في تقريبا كل الفئات، مقتصدين، ممولين، محضري المختبرات، وكذلك أطر التدريس في بعض المواد وفي بعض المؤسسات التعليمية، وسنقوم بحل هذه الإشكاليات تدريجيا. استنادا إلى السؤال السابق، تحدثت مجموعة من المنابر الإعلامية عن بعض المشاكل التي تعاني منها النيابة القمصة، خاصة على مستوى المطاعم الدراسية والداخليات، فما توضيحكم على ذلك؟ فعلا هناك مشاكل كثيرة فيما يخص الداخليات والمطاعم الدراسية، حيث أنها تشتغل بطريقة الخولة، مما يؤدي إلى تراكم الديون والتأخر في أداء المستحقات، مما يخلق مشاكل عديدة مع الممولين، وقد توقفوا عن تمويل هذه الداخليات وهذه المطاعم مرتين منذ تولي لهذه المهمة. ولكن في السنة للقضاء على هذه المشكل قمنا بإجراء صفقة إطار يوم 21 يونيو 2013، وهي في المراحل الأخيرة، حيث ستتم المصادقة عليها للبدء بالعمل بها في بداية السنة المقبلة. وهذا الصفقة الإطار نتمنى أن تكون حلا نهائيا لهذه المشاكل، كما أننا سنقوم جاهدين باتخاذ كل الإجراءات حتى نمكن السادة الممولين السادة المزودين بمستحقاتهم المالية عن المواد التي كانوا يمولون بها تلك المطاعم وتلك الداخليات. تعرف المؤسسات التعليمية بالإقليم بعض الظواهر كظاهرة الاكتظاظ، ولا زالت هذه الظاهرة تعرف تزايدا بعض الشيء، هذا بالرغم من إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم كمؤسسات ابن الخطيب بالقبصة ومؤسسة 30 يوليو بالسوق السبت، لكن لم يغير ذلك في الوضع في شيء. فهل هناك من حلول لهذه الظاهرة في السنوات المقبلة إن شاء الله؟ فعلا ملاحظة في محلها، لأن هناك بعض المؤسسات التي تعرف اكتظاظا نظرا للإقبال على التمدرس. هناك حلول في الأفق. أولا البحث عن موارد بشرية، وللإشارة فقد استفاد الإقليم هذه السنة من عدد مهم من الموارد البشرية، أكيد أنها ستساهم في حل هذه المعضلة. ابتدائي استفاد الإقليم من 32 إطار جديد، الإعدادي 38 إطار جديد في مختلف المواد، وبالنسبة للثانوي التأهيلي 63 إطار جديد في مجموعة من المواد. بالإضافة إلى ذلك وحتى نخفف على بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف ضغطا في الثانوي التأهيلي، فقد تقرر فتح سلك الثانوي التأهيلي بثلاثة مؤسسات: أم الربيع بجامعة حد البرادية، يوسف بن تشافين والموحدين بجامعة الخلفية، بالإضافة إلى إحداث شعبة للتقني الصناعي بالثانوية الإعدادية التغناري. بالإضافة إلى ذلك كذلك سيعرف الموسم الدراسي المقبل فتح إعدادية بأولاد علي. هذه الإعدادية أكيد أنها ستخفف عن المؤسسات التعليمية بحد البرادية، وستجنب التلاميذ عناء التنقل إلى حد البرادية. على مستوى الموارد البشرية، يلاحظ أستاذ علاء أن هناك هذه ملاحظة ديال مجموعة من المهتمين بالشأن التربوي، أن الموسم الدراسي الحالي عرف خصاصا في بعض المواد الدراسية في بعض المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم. إلى ماذا يرجع ذلك؟ وهل سيتم تدارك الأمر في الموسم الدراسي المقبل؟
فعلا، وكما تعلمون السنة الماضية عرفت بعض المؤسسات نقص كبير في المواد، لأن لم تكن هناك أطر تدريس خاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي، وبالتالي فقد تم اللجوء إلى عدة حلول كالاستعانة بالمجازين من الابتدائي إلى غير ذلك. ولكن العدد الذي استفاد منه الإقليم هذه السنة الذي هو 63 إطار ديال الثانوي التأهيلي أنه سيجنبنا تلك المشاكل إن شاء الله، خصوصا أننا استفدنا من مجموعة من الأطر في بعض المواد التي تعرف خصائص كالفلسفة والاجتماعيات والتربية البدنية إلى غير ذلك. ارتباطا بالسؤال السابق السيد النائب، وفي سياق الحديث عن الحركة الانتقالية، تعتبر نيابة الفقيه بصح من النيابات التي تعرف ضآلة على مستوى الحركة الانتقالية سواء منها الوطنية أو الجهوية، فما هي الأسباب وراء ذلك؟ فعلا يعني أنه مدينة إقليم الفقيه بن صالح يعرف ضآلة في الاستفادة في الحركة لعدة أسباب. أولا لأنه إقليم قريب من مجموعة من الأقاليم الأخرى كبني ملال وخريبكا إلى غير ذلك، ولكن هذه السنة استفاد مجموعة من الأطر التربوية من الحركة الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية، حيث أن الوضعية بالنسبة للحركة الوطنية فقد في الثانوي التأهيلي يعني الوضعية -5، يعني أن هناك إذا احتسبنا الوافدين على الإقليم والخارجين منها فالوضعية -5، يعني أن هناك استفادة في مجال في التأهيلي. بالنسبة للإعدادي هناك الوضعية -1، ولكن لاحظ أن هناك إقبال من طرف أساتذة التعليم الابتدائي، وهذا طبيعي جدا لأن مجموعة من الأطر التي تشتغل بإقليم المجاور إقليم زلال تفضل أن تشتغل سواء بنيابة بني ملال أو نيابة الفقيه بن صالح. يعاني الوضع التعليمي خاصة بالعالم القروي من عدة مشاكل التي تعرق تطبيق الفعلي لكل الإجراءات المتعلقة بتحسين جودة التعليم. أستاذ، ما هي في نظركم السبل الكفيلة لتجاوز ذلك؟ فعلا هناك مشاكل بالعالم القروي، ولكن مقارنة مع الأقاليم الأخرى يعني أؤكد لك بأن هذه الإقليم فيه مشاكل، ولكن ليست بالشكل الذي توجد فيها أقاليم أخرى، وذلك لعدة أسباب. أولا الشبكة الطرقية بالإقليم يعني لا بأس بها، وإن لم أقل أنها جيدة. الإشكالات الأخرى المطروحة بالعالم القروي هو يعني هناك عدم استقرار الأساتذة الذين يتنقلون بين مقرات عملهم ومقرات سكنهم مما يؤثر على الأداء. هناك كذلك مشكل ديال البنية التحتية، ولكن نحن بصدد يعني تشخيص الوضعية للتدخل خصوصا فيما يخص توفير التجهيزات والبنية التحتية وتوفير الأطر الكافية للتمدرس بالعالم القروي إسوة بالحواضر. أستاذ، على مستوى التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، نقابات، جمعيات المجتمع المدني، السلطات المحلية، كيف تتعامل النيابة مع هؤلاء الفرقاء مع العلم أنهم يعتبرون شريكا أساسيا في نجاح العملية التربوية بالإقليم؟ فعلا، وبحكم تجربتي المتواضعة في ميدان تدبير الموارد البشرية لا يمكن للنيابة أن تشتغل بدون فرقاء اجتماعيين وعموميين كذلك. لهذا ومنذ أن وصلت إلى هذه النيابة قمت بالاتصال بمختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتمت اجتماعات اطلعت من خلالها على بعض المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية، وهكذا يعني اجتمعت مع كل المكاتب النقابية الإقليمية بدون استثناء والتي عددها 6. اجتمعت كذلك برابطة التعليم الخصوصي، رابطة السادة المديرين، منسقيات الحراس العامين والنظار، وستأتي اجتماعات أخرى في بداية السنة مع
جمعية الآباء، لأنني أؤمن بأنه لا يمكن أن نشتغل لوحدنا، لابد من التعاون. بالنسبة للسلطة المحلية هناك تواصل دائم وهناك تعاون، وبهذه المناسبة أريد أن أشكرهم جزيل الشكر على مساندتهم لنا في أداء مهامنا بالإقليم. هناك مشكلة على مستوى التعويضات لبعض الموظفين ورؤساء المصالح العامين بالنيابة، طرحت في مجموعة من المنابر الإعلامية وشكلت هاجسا لدى بعض الموظفين. كيف تمت معالجة هذه القضية بالنسبة إليكم؟ بالنسبة للتعويضات يعني ما زال يعني التعويضات تكون في آخر السنة، يعني في نهاية دجنبر، وسنقوم باتخاذ كل الإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه. بالنسبة للتعويضات التي قمت بتوزيعها في آخر السنة فهي تخص امتحانات الإشهادية، وهكذا يعني أنه تم التوافق بين العاملين في مختلف العمليات، وسيتوصلون بمستحقاتهم في أقرب الأجل. وفي هذا الصدد يعني دائما تعويضات الامتحانات فنحن نبذل قصارى جهدنا حتى يتوصل السادة الأساتذة والسادة المديرون بتعويضاتهم عن امتحانات الإشهادية. أما بالنسبة للتعويضات التحفيزية الأخرى فسيتم توزيعها في أواخر شهر دجنبر، ولكن لحد الآن لم نتوصل بعد بالميزانية المخصصة لذلك، ولكن يعني سنترافع على أخذ يعني ميزانية تلائم عدد الموظفين العاملين بالنيابة وكذلك مهامهم، لأن كما قلت سابقا لا يوجد أي موظف يقوم بمهمة واحدة، ولكن يقوم بمهمتين إلى أكثر. على مستوى آفاق الأعمال بالنسبة للنيابة، ما هي أهم الاستعدادات والتحضيرات التي تقومون بها للموسم الدراسي المقبل، وخاصة على مستوى التمويل وعلى مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى البنيات التحتية؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية للمنظومة التربوية بصفة عامة، وخاصة على مستوى إقليم قير بن صالح، وخاصة أن القطاع يعرف مجموعة من التغيرات في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى تغيير المناهج واختلاف مجموعة من البيداغوجيات؟ فعلا استعدادا للدخول المدرسي المقبل فيتم الاستعداد بصفة مستمرة تقريبا منذ شهر مارس، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات حتى يمر الدخول المدرسي في أجواء عادية. بالنسبة للعمليات التي حضرتها شخصيا فقد قمنا بتوفير الطباشير المادة الأساسية الأولى، كذلك سنقوم بتوفير مواد التنظيف بالنسبة للمؤسسات التعليمية والداخليات. بالنسبة للتموين الداخلية والمطاعم فقد سبق لي أن أشرت بأن هناك صفقة إطار ننتظر المصادقة النهائية عليها حتى تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر المقبل، لأن هي الوسيلة الوحيدة التي ستضمن التموين المستمر للداخلية والمطاعم بشكل عادي دون الإخلال بها. كذلك هناك إعادة النظر في بعض الروافد، هناك إعادة النظر كذلك في توزيع تلاميذ التعليم الخصوصي بمدينة الفقيه بن صالح، هناك إعادة النظر في البنية التربوية لبعض المؤسسات. إذن هناك استعدادات للدخول المدرسي المقبل إن شاء الله. كلمة أخيرة للسيد النائب. أنا سعيد جدا بالالتقاء معكم وأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى للموقع فقيه بن صالح أونلاين مزيدا من التألق، لأنه يعني منبر إعلامي متميز، وشكرا لكم. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر السيد النائب على سعة صدره اللي رد على كل هذه التساؤلات والاستفسارات، ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مهامكم والمسؤولية المتكلفين بتسيرها، وخاصة أن منظومة التربية والتكوين أو قطاع التعليم يعد من القطاعات الحيوية
وهو كذلك يعتبر من القطاعات التي تساهم في قاطرة التنمية ببلادنا. ومرة أخرى شكرا لكم على سعة صدركم. Thank you.